السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زي ما انتوا شايفين كده، بفتح عيني من النوم على تليفون من المندوب بيقول لي معايا ليكي طرد جاي باسمك وكده. فانا بقول له هدية في طرد ايه؟ فراح جاي قايل لي مش عارف، بس هو معايا ليكي شحنة عايز اوصلها، والعنوان فين؟ انا عمال اتاكد منه، هي الشحنة دي ليا؟ انت متأكد؟ يقولي البيانات مظبوطة يا جماعة. طب انا مطلبتش اوردر. راح جاي قايل لحضرتك انا جاي وشوفي. المهم، جه وابص على الحاجة. طبعا انا عرفت هي ايه، وعرفت هي من مين. هي من شخص عزيز عليا قوي قوي بجد. يعني ربنا يخليه ليا وما يحرمنيش منه قوي ابدا 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 ابدا. انا بحبه قوي بجد انا مش عارفه من غيره بجد الحياه هتبقى وحشه. بجد والله العظيم، يعني ربنا يخلي لي كل الناس اللي انا بحبها ويديمهم نعمه في حياتي يا رب. تعالوا بقى شوفوا ايه الحاجه اللي جات لي وفرحت قلبي فوق ما انتوا تتخيلوا. بصوا، فن اختيار الهديه ان حد يختار لك هديه انتي نفسك فيها. حاجه بجد حلوه قوي قوي. تعالوا شوفوا هي ايه. بصوا، مبدئيا هي حاجتين مش حاجه واحده. تمام. فانا هفتحها كده. انا لسه فتحتهاش، انا فتحت بس شفت ايه هي، ان انا فتحتش الحاجه ذات نفسها. تعالوا نشوفوا كده مع بعض هي ايه. بصوا بقى، صلوا على النبي كده وصلوا بسم الله. بصوا. بصوا يا جماعه. بصوا، جهاز البخار. جهاز البخار اللي هو 10 في 1 من دي سي بي، اللي انا كان نفسي فيه، اللي هو بالممسحه. عارفين انا فرحانه قوي، انا فرحانه قوي بجد. بجد الهديه دي مفرحاني، انتوا مش متخيلين فرحاني ازاي. اكتر هديه جات لي وكنت فرحانه بيها في حياتي بجد. فرحانه قوي قوي قوي. تعالوا بقى نفتحوها مع بعض. انا لسه فتحتوش على فكره لحد دلوقتي، قلت افتحه معاكم. يعني دخلت كده لبسته كده قلت اجي افتحه معاكم. اني فرحانه قوي بجد. طبعا هنجربه مع بعض في فيديوهات وكده، وهعمل لكم عنه ريفيو بعد ما استعمله كذا مره واقول لكم عملي ولا لا. هقول لكم كل الكلام ده. بصوا، ثواني عشان هم مقفلينه جامد قوي. اهو، ثواني. بصوا يا جماعه، مبدئيا معاه شهادة ضمان من دي سي بي لمدة سنة. ده شهادة الضمان، هحتفظ طبعا بيها. والكتالوج بتاع التشغيل هبقى اقعد برضو اشوفه واشوف ازاي بيشتغل وكل حاجة فيه. تعالوا بقى نشوفوا الجهاز من جوه. بصوا، مبدئيا كده معاه اللي هو الاتنين ممسحة. الممسحة اللي هي اللي بننضف بيها دي، معاه 2 غيارين. ومعاه اللي هو بتاع تقريبا الازاز او مفروشات حاجه زي كده. الاتنين دول جايين مع بعض. طبعا احنا هنكتشف مع بعض وهننضف مع بعض بيه. بس انا بقول لكم ايه من تجربتي، يعني من ان انا بشوف الناس بتوع الفيس وكده بيجربوه. فبقول لكم هو ايه، انما انا لسه ولا اكتشفت ولا قريت الكتالوج ولا اي حاجه، انا لسه بفتحه معاكم. دي الملحقات بتاعته اللي هو الفرش والكلام ده كله. بصوا، استني اوريكم الادوات اللي جايه معاه. لسه في هنا هديه تانية احلى يا جماعه، لسه اتفرجوا. بصوا، ده كده اللي هي بتاعه الازاز، او دي بتاعه الازاز تقريبا. و... ومعاه كده الفرشه اللي هي بتاعه الاماكن الضيقه. دي بتاعه الاماكن الضيقه. لا، دي بتاعه اللي بيتركب فيها الحاجات اللي هي الفرش او الغيارات. تمام، دي اهي. ومعاها فرش، معاها فرش ضيقه كده للوصول للاماكن الضيقه. ومعايا فرشه كبيره شويه. ومعايا فرشه للاماكن اللي هي الصغنونه. بصوا يا جماعه، انا فرحانه قوي بجد. ومعايا ده اللي هو للوصول للاماكن الضيقه زي البوتاجاز والعيون بتاعه البوتاجاز والكلام ده كله. وبصوا، دي اللي هي للكحاطه، عشان الكحاطه كده عشان لو في دهون او حاجه تكحطي كده بيها، وبنفس الوقت البخار ينضفها. بس فهي دي الحاجه اللي موجوده معاه. كلها تقريبا دي كل ملحقاته. انا زي ما قلت لكم هو جهاز بخار وممسحه، يعني 2 في 1. تمام. فاهو برضو هتعالوا نطلعوه كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. دي اهي اللي هي بتاعه الازاز يا جماعه. ثواني كده. اهي بتاعه الازاز. اهي هي دي الجهاز اللي هو بتاع الازاز. تمام.
انا طبعا لسه هركبه واوريكم، وقلت لكم هعمل لكم بقى ريفيو عنه. انا دلوقتي بوريكم الهديه اللي جات لي. انا فرحانه قوي بجد، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا للشخص اللي جابه، عشان انا مش عايزه اقول هو مين يعني. تمام. بصوا، طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان الهدايا دي غاليه بجد، يعني غاليه، بس يعني اللهم لك الحمد بجد. فرحانه قوي، انا كنت بتمنى الهديه دي بجد، كان نفسي فيها، كان نفسي فيها قوي. بصوا بقى الحلاوه والجمال يا جماعه. بصوا الجهاز، طبعا هو بيتفتح اهو، وده الخزان بتاعه، وطبعا بيتركب له الممسحه. السلك بتاعه طويل جدا، بصوا السلك بتاعه، السلك بتاعه 5 متر، وطبعا ده هيقضي معايا مساحه كبيره قوي، حلو جدا جدا جدا، فرحانه بيه قوي. استنى اوريكم كمان باقي الحاجه، اهو جاي معاه لسه اللي هي الممسحه بقى اللي هيتركب فيها الغيارات اهي، بتتحرك في 360 درجه، بتتحرك في كل الاماكن. بصوا هي بتتفك الحته دي وبيتركب فيها الغيار، وبعدين ترجعي تركبيها تاني عليه. فيعني ايه، زي ما قلت لكم هنجربه بقى مع بعض ان شاء الله. تحفه 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 بجد، تسلم ايدك او تسلم ايدك، يعني مش عايزه اقول مين. ماشي، فتحفه. بس كده، ده كده كانت اول هديه معانا. تعالوا نشوفوا الهديه التانية. يا جماعه انا باين على صوتي أنا فرحانه، فرحانه جدا جدا جدا، لان الهديه التانية دي كمان بقى كان نفسي فيها اكتر من الهديه الاولانيه، ودي اللي انا قلت ان انا كان نفسي فيها في الفيديوهات. وهو فن اختيار هدايا كده يعني عرف وراح جابها. بصوا بقى الجهاز التاني، صلوا على النبي، صلوا على النبي ونذكر ربنا. تعالوا نصلي على النبي ونذكر ربنا. بصوا، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه، بصوا، ده جهاز غسيل السجاد والكنب والمفروشات والحاجات دي كلها. يعني بصوا بقى، بصوا يعني انا فرحانه جدا بجد والله، يعني بجد مش عارفه اقول ايه. بصوا يا جماعه، استنوا نفتحه مع بعض نوريكم الجهاز. بصوا برضو الجهاز جاي معاه ايه اهو كده، ده اول بفتحه برضو معاه الكتالوج، معاه شهاده الضمان، الكلام ده كله. بصوا دي اهي، ده الفرشه اللي هي بتاعه الجهاز، بتركبيها ودي بتغسلي بيها. وفي الفرشه دي، ودي الاداه اللي احنا بنفس فرشه صغنونه وفرشه كبيره، واحده بتغسلي بيها وواحده بتشفطي بيها. تمام تقريبا يعني، لسه يا جماعه ما اعرفش، فايه ما حدش يقلس عليا، انا لسه اول مره اجيبه، فما اعرفش، لسه هقرا الكتالوج واشوفه بيشتغل ازاي. وبصوا بقى الجهاز يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. بصوا يا جماعه الجهاز، بصوا يا جماعه الجهاز وجماله. بصوا، وبرده الفيشه بتاعته طويله على فكره، 5 متر، مكتوب عليها ان الفيشه 5 متر، فحلوه قوي وهتمشي معايا في اماكن كتير. بصوا اهو، ده المكان اللي هو اللي بيتركب فيه اللي هي الفرش. خلاص، وبتعملي بقى بيه واحد للميه النضيفه، واحد للميه المتسخه او الميه اللي هتبقى مش نضيفه. فهجربه برضو معاكم وهعمل عنه ريفيو وهقول لكم رايي فيه بصراحه. بس انا بجد فرحانه قوي، انا كان نفسي فيهم جدا جدا بجد. انا مش عارفه اقول ايه، يعني القناه دي فتحت خير عليا بجد، انا كان نفسي في الحاجات دي قوي قوي قوي. وعلى فكره لسه في مفاجآت اكتر، لسه انتوا هتشوفوا مفاجآت تانية في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، بس دي بقى انا اللي عاملاها ان شاء الله هتشوفوها. هتعجبكم قوي قوي قوي. انتظروا بقى معايا الفيديوهات كمان الجايه عشان تشوفوا المفاجآت الجايه كمان. بس اشوفكم بقى في فيديو جديد، ويا ريت لو ما اشتركتيش في القناه تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وتشوفوني على طول. مع السلامه.